السلام عليكم، اهلا ومرحبا بكم في حلقه اليوم صباحيه دوزام. فيها غادي نتعرفوا على حنه اليد السيده حسناء عزام اللي غادي تقدم لنا تعاونيتها المستقبليه المختصه في السمن والتوابل. مع لحظه للفقره المواليه حنه اليد مع السيده حسناء عزام. بقوا معنا. لاله حسناء عزام، مرحبا بك، اهلا بك في بلاطو صباحيه دوزام. بارك الله فيك. كبير هذا، الله يحفظك. انت بيضاويه من الدار البيضاء، وعندك الحداقه ديال البيضاويات ما عندي ما نسالك. ديال الشيطميات ديال الشدميات الاصل الكراكي الشدمي. مرحبا لاله، نورتينا. تتفكري ديري تعاونيه، ولكن قبل من التعاونيه انت راك تتنتجي وتتسوقي منتوجات ديالك. تكلمي لنا على هذه المنتوجات وكيفاش جاتك الفكره انك تبداي ديري هذه المنتوجات هذه. اول حاجه شكرا اخت سميره، وشكرا للطاقم ديال صباحيه دوزام. صراحه اول حاجه حسناء عزام هي ممرضه، سبحان الله، ويعني خدمت في الميدان واحد المده ديال 9 سنوات. من بعد درت واحد ديبلوم ديال شيف كويزيني ما شاء الله. وفي نفس الوقت يعني ما كتجيك الدور في انك تبركي في البيت، خاصك ديري مخرج. المخرج ديالي هو اول منتوج اللي كنعتز به هو السمن. السمينه ديالك هذه ديالتي، ما كاين حتى واحد. نقدر نشمها بطبيعه الحال. مرحبا. سمينه حايله ولا سمينه لا، مو هذه السمن عندها سنه. هذه عندها سنه. الا حتى الباكاجينغ هذاك الشيء عندك زويون، وباقي ما عندكش عاونيه كيفاش زعما؟ لا ماشي ما عنديش، هي في اطار يعني الانجاز، في اطار بسم الله. الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. حسناء بيو ان شاء الله الا بغى الله. دايره فيها الزعتر؟ سمن بالزعتر. الله يعطيك غادي نقولوا الله يعطيك الصحه. دكالي مصيبه. دابا قولي لي واش شيضمي ولا دكالي ولا بيضاوي؟ قولي كل فنان طرب. هاد الطريقه ديال السمن الريحه الروعه، ما فيهاش هذيك الريحه الغاويه، ما كايناش. واش مغربي اصلي بوغونس. هاد السمن هو مصيبه شيضميه، ولكن طريقه دكاليه، لان الناس عاودينا على الطريقه. حنا ما بغيناش ناخذوا من نكسر المهنه، ولكن عطينا غير فكره كيفاش تصوبي السمن ديالك. الدكاله كيديروا حنا بالنسبه للمنطقه ديالنا كيديروا السمن بالملحه فقط، الملحه الحيه، يعني ملي كتاخذي السمن كتاخذيه بيض. اما المنطقه ديال الدكاله كيديروا السمن ديالهم فيه الزعتر، تيجي جديد، وهذاك الزعتر هو اللي ما كيخليش كيضر. وتقدري يعني بحال حيت كاين بحال كتبروتيجي فيه، ولا كتخلي واحد اللي يقدر يغوى، يقدر الاقدام، يقدر كاين واحد المجموعه ديال الناس اللي ما كيبغوش، ما تيقدروش يهضموه، ولكن هذا الزعتر مضاد للصعوبه هذه. فيه هو يعني. وتقدر واخا الزعتر، كاين الناس كيقولوا لي واش نطيبوا بكسكسو واش الحريره، واخا الزعتر يعني كيجي عادي طيبي بكاع الاطباق المغربيه. فيه الله يعطيك الصحه. الحمد لله. غزال. والزبده اللي تستعملي الزبده بلديه. تمشي تقلبي على الزبده المنتوج ديال الزبده البلديه اللي صراحه راه كنلقى صعوبه باش نجمعها. يعني لان الزبده البلديه ما متوفراش، وخاص يكون فيها الثقه، لان لما كانت الزبده تمشي توقفي عليها براسك. انا ما كنوقفش عليها، ولكن عندي واحد النساء اللي كيكون عندهم ديك بقيرات كنخلصهم قبل باش ما يبيعوش الزبده ويخبوها لي تمشي نجيبها. الله يعطيك الصحه. هذا هو اللي كتخليك. وكنتمنى من الله انني نلقى شي تعاوني ديال الحليب اللي ندير معها شراكه، وهذا نداء علاش لا، نداء خصوصا حنا تكون غير الثقه، تكون غير الثقه باش انا المنتوج ديالي يكون ثقه ويبقى بحالك. الله يعطيك الصحه. ونهار اللي حسنا بيو غتعيا غتحبس. سمعت لاله حسنا بانك انت ما عندكش منتوجات واجده، لان المنتوجات ديالك تتقولي خاصها تكون مصوبه على اليد سور كوموند. علاش؟ هذا هو الميزه اللي ان شاء الله كنخدم عليها. شنو هو بالنسبه للعطريه؟ نقدر نصايب واحد الكميه في عيد الاضحى. علاش؟ لان كيكون على الطلب. بالمناسبه شنو هي الميزه ديال العطريه ديالك؟ سمحي لي ما قطعتك، العطريه ديالي عطيني الميزه ديال العطريه عاد باش نفهموا علاش تديرها على اليد. اول منتوج وهو نقولوا المساخن. بالنسبه لهاد العطريه هذه راه كاين بزاف ديال هاي الرفيسه موجوده، ها سمينه، ها المساخن. نقدر نحل طبيعه الحال. بسم الله، الله اكبر. بالنسبه لي برودوي ديالي راه ما عنديش غير هذا الشيء. ما شاء الله. انا كنخدم، نعطي واحد الفكره، انا كنخدم كل موسم بالموسم ديالو. غنبدا بالموسم ديال البرد والشتاء. البرد والشتاء
اللي برودوي اللي كيتطلب بزاف وهو المساخن. الناس كيبغيوه من غير عيد الاضحى ولا من نافسات، كيبغيو يعجنوا به خبيه، يديروا به حسوه مسائل. يعني انا كيكون دابا عندي متوفر، كنقدر نصيب واحد الكميه وكتباع. يعني اللي متوفر عندك هي المنتوجات الموسميه اللي من غير الموسم خاصك تكوموندي عليها تحت الطلب. علاش؟ العطريه نعطيك مثال، انا بغيتك سميرها تشمي الكمون كمون بلدي. بلدي المشعر ديال انا تنطحنو انا بوحديتي في الدار. المهم ما شاء الله، هذه هي الميزه ديالي انا. عرفتي شي بصاره بهذا الكمون، يا سلام. المهم اللي بغيت نقول لك اختي سميره، وهو كاين شي منتوجات الا طولوا ما كيبقاوش عندهم قيمه غذائيه. انا عندي العطريه ديالي اللي منقي واللي مغسول ناشف، كلشي كيكون عندي، ولكن ملي كيجيني واحد الطلب اكثر، يعني اقل، الله يجعله يكون غير ساعتين ديال المكانه، نقدر نطحن العطريه ونباليها ونعطيها للسيده باش تعطيها فريش طريه. الميزه ديالي انها منقيه ونقيه. واضح. هذا هو الميزه ديالي، انا كنخدم واحد البرودوي اللي ديجا خادمه، هي يعني خادمين مجداه ولكن ما طاحناش فقط. كلشي تتنقى على اليد، كلشي كيتنقى على اليد. انت تقولي تغسل واش الكمون تا تغسل؟ لا ماشي الكمون، بالنسبه لي كيتغسل هو الخرقوم البلدي. الخرقوم البلدي كيتغسل. علاش؟ ان في واحد الماده الا جربتوا، اي واحد شاف دابا الفيديو ياخذ غير 10 درهم ديال الخرقوم ويديرها في الماء وراه غيلقى الصباغه صفراء. هذا الخرقوم كيتغسل. هذه هي الميزه ديالي. كيتنشف في الشمس في الصيف، راه كنخدموا عليه. كاع داك المواد اللي لاصقه فيه، الصباغه كيرشوها عليه باش كيعطيو هذاك اللون الزوين عند العطار. وبالنسبه لدابا اللي بغا ديرو، من تطفي الفران تخشي اللاطه، راه هو دغيا كيكرم. اصلا هو قاصح، يعني ما كياخذش واحد المده باش انه غادي يقدر يغمال، يقدر يخسر. لا ما غيخسرش، هو دغيا كينشف. بالنسبه يعني هذه العطريه تتوجدها بحال تتوجدها لوليداتك؟ الحمد لله، هذا هو الميزه ديالي. عندك اقبال؟ كاينين الناس اللي الحمد لله عندي الناس ديالي اللي كيثقوا فيا وخداو من عندي وعاودوا خداو من عندي، وهما اللي شجعوني ندير هذا الشيء. واخا. وكيفاش انت باقا لحد الان انت في طور انجاز هذا ولا خروج الى حياه الوجود التعاونيه؟ كيفاش عرفتي كيفاش تخدمي، وعرفتي المراحل، وعرفتي كيفاش ديري الباكاجينغ وهاد القريعات الزويونين بحال هكا؟ الحمد لله دابا السوشيال ميديا ولات تلعب واحد الدور كبير في اي، يعني خص غير الانسان يجتهد، ما يبقاش بار، كاين ما يدار. الحمد لله انا عندي قناه على اليوتيوب، اكثريه ديال المبيعات ديالي وهو واحد كيقولها لواحد. تقدر وحده تكون في اسبوع تاكل المساخن والسمن، يقدروا يجوا عندي 6 من عندهم. وهكا باش خدامه. واش تقدري تعيشي من المنتوجات ديالك لاله الحسنه؟ بطبيعه الحال، ولكن غنقول واحد السر. انا المنتوجات ديالي ما كنعيش بها. انا كان المنتوجات ديالي خدامه بها والحمد لله، ولكن كنحلم باش نكبر مشروعي، خاصني نبني راس المال ديالي. دونك انت دابا في صدد انك تبني راس المال. راس المال باش نقدر نكبر مشروع ديالي. وغتبقاي دائما تسمن في التوابل ولا غادي تزيدي حاجه؟ لا، راه هادشي اللي بغيت نقول لك، راه عندي بزاف ديال المنتوجات اللي يكونوا موسميين. نعطيك مثال، موسم زيت الزيتون، نبغيك سميره تشوفي الزيت. هذه بكر ديال المنطقه ديال الشياضمه. ومعروفه المنطقه الشياضمه بالزيت ديالها. ريحه الزيتون، هذا زيت رائع، وانا حتى هو كنعتز به، لان زيت الزيتون اللي عرفتي دابا شميت الروايح ديال المغرب. شويه السمن، شويه المساخن، شويه ديال الزيت البلديه، ما شاء الله. هذه زيت العود انا كنبيعو يعني في الموسم ديالو. يعني يقدر يجي ولكن تتبيعي في الموسم ديالو، يعني واش تمشي توقفي عليه تمشي تاخذي الزيتون؟ كان الزيتون كيتطحن، نقدروا نشريو الجنان ديال الزيتون ويتطحن في المعصره، وعندي الناس اللي كيوقفوا على هذا الشيء وكيجيني انا الزيت. وتتوقفي على انه ما يكونش فيه الملحه، وبانه يكون الطريقه العصريه ما بقى، الطريقه البلديه ما بقاش. دابا كاينه الطريقه العصريه بالرحه ولكن بالضوء. واضح الشيء اللي كاين. وبالنسبه لزيت الزيتون، انا الحمد لله عندي واحد الكليان ديالي اللي كيقدر ياخذ حتى 100 اطرو 200 اطرو، ولكن علاش؟ حيت عارف اش واخد. لان هذا العام زيت العود كان قليله بزاف وغاليه، ولكن الحمد لله انا بعتها بما يرضي الله صراحه. الله يعطيك الصحه. شنو هذوك المنتوجات الاخرى اللي تديري من غير المنتوجات؟ بالنسبه لواحد الحاجه، هذه بالنسبه للتحميره، هذه تحميره ديال بني ملال. اللي معروفه ما فيها لا صباغه لا زيت، ما فيها حتى شي حاجه. تشوفي اختي سميره، وبطه حمراء تبارك الله. هذه تحميره ما مخلطه بحتى شي حاجه. هذه تحميره سبحان الله. الريحه تعطيك فكره على المنتوج، وتتحسي بها واش طريه ولا ماشي طريه. هذا الزعتر المدقوق. هذا الزعتر المدقوق اللي انا كناخذه من الزعتر اللي كنطيب به السمن. استغليت هذا الظرف
وخديت ملي كيشيط ليا داك الشيء الغليظ ديال الزعتر هو اللي تديري به السمن. كندير به السمن، وفي نفس الوقت كنستغل داك الشيء اللي غيبقى غيخسر وكيبقى واحد الكميه كبيره. عرفتي الزعتر في الصباح انا تنديرها لماما بطبيعه الخطرات باش تنكون معاها. ما شاء الله. هذه الزعتر ولا زعتره؟ هذه مخلطه زعتر وزعتره حتى هي. ولكن عندي ملي كنبيع انا كنبيع زعتره بوحدها والزعتر بوحدها. هادو مخلطين على قبل البيتزا. هكذاك. فكره ديال الفطور جبينه مع شويه زيت العود ومع شويه ديال الزعتر تتجي ألذ ما يكون. هذا الشيء بالنسبه يخص العطريه. وكاين كندير الخلطه ديال الكاري، الخلطه ديال الشاورما، يعني بزاف الخلطات. يعني اجتهدت ولكن في اطار اللي كيطلب ليا يعني المستهلك. ما يمكنش ندير حاجه ونخليها تخسر. بالنسبه للشوربات عندي واحد الشوربه اللي ديالتي انا. هذه سميتها حساء حسناء. حساء حسناء تبارك الله. اشنو فيه هذا الحساء هذا؟ يعني جمعتي مجموعه ديال الحبوب. خليت مجموعه من الحبوب. شنو هما هاد الحبوب اللي كاينين في هذا الحساء؟ الحساء؟ الزرع مفسخ، القمح مفسخ، هربل، والرز، والبلبوله البلديه، والشعير مفسخ. قنبله. يعني هذه ديال البرد. الموسم هذه مع ديك الزويته بلديه هي هذه كتكون الطريقه ديال الطياب ديالها كديرها في كوكوط واحد 5 دقائق يعني تسدي عليها 5 دقائق، تمشي واحد ساعه كتلقاها كلها تفرقعات كتولي بحال هربل. تتكون رطبه. كتكون رطبه وكدوريها تخليها طيب عاوتاني شويه مع الماء وديرها الحليب، وكتكون ملي كتاكلي فيها راه نفس التصويره اللي شفتي ديال هذا. كتكون بحال هكاك يعني ثقيله فيها بزاف د الحبوب اللي زوينه وكتجي لذيذه. ونعطي انايا فكره للسيدات اللي تيديروا الحسوه بحال هكا. حنا يا اما تندير فيها بصيله مع الماء طبيعه الحال ولا محكوكه. لا بلا ما تيشا، غير بصله بوحديتها هكاك صحيحه تعطي اللذه ديالها. اولا تتشحري بصيله نقيتها زويته بلديه هي الاولى عاد باش ترمي واحد الحسوه لذه مع الزعتر وزيت العود. ما شاء الله عليك. عندي واحد المنتوج اخر هو البلبوله المعشبه. كيفاش معشبه؟ هذه بلبوله معشبه لان صراحه كدار بزاف، فيها الشوفان، فيها زايده فيها الاعشاب. كاينه شويه النافع، شويه الحبه السوداء. بغيتك ترجعي لنا لاله حسنه بالتعاونيه وبالاسم ديالها باش تقدميها لنا في بلاطو صباحيه دوزام، وتكوني درتي فروع ديالك ان شاء الله وكبرتي المشروع ديالك. عندي واحد الفرع في سطات. ما عندي ما نسالك. انا بغيت نسلم على هاد الجديده اللي تدير هاد الشيء كامل. صلاح نبيع عليك. هذه هي الجديده ديال المراه المغربيه. صلاح نبيع عليك لاله حسنه تبارك الله عليك على هاد الجديده وعلاش ما تخرج يعني من اشياء جميله. المهم كاين هنايا البلبوله البلديه ديال الكسكسو والطوفان، وكاين هنا هربل، يعني من كلشي موجود. انا كنقول التعاونيه ديالي ديال المغرب كامل اللي انا كنجيب مواد اوليه وكنعاود. الله يعطيك الصحه. شكرا لك حسنه، ونتلاقاو عما قريب ان شاء الله. ان شاء الله. بارك الله فيك. بقاو معنا مشاهدينا. العفو لاله.